السلام عليكم ورحمة الله متابعيني الغاليين، أهلا وسهلا بيكم. عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله نعمل مع بعض كيكة الجلاش. حلوة قوي الوصفة دي يا جماعة، يعني حاجة كده بتجمع بين الكيكة وبين الجلاش. طرية من جوه وزي ما انتوا شايفين ومقرمشة من بره. جميلة قوي وطعمها لذيذ. حلوة بقى وصفة تعملوها رمضان، جميلة قوي. انا يعني بعملها دايما وولادي بيحبوها قوي. هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد بقى ونقول عملنا ايه او عملنا كيكة الجلاش ازاي. نجيب صينية، نحط فيها ورقة زبدة زي ما انتوا شايفين كده، بس انا بحب ادهن تحت ورقة الزبدة كده سمنة، وممكن كمان فوقيها برضو امسح بسمنة او بزبدة علشان اتأكد بس ان هي الحاجة مش هتلزق فيها. عندي لفة جلاش زي ما انتوا شايفين كده، تكون كده يعني مش مفرفتة، يعني تكون كويسة نعرف نستعملها. حتى لو مفرفتة ممكن برضو تستعملوها، ولكن طبعا لما تكون مش مفرفتة افضل. هنبدأ ناخد رقة رقة، واحدة واحدة، مش اتنين مع بعض بقى زي ما بنعمل في الجلاش العادي. لا، هناخد رقة واحدة كده، برقة واحدة، رقة برقة، نفكها بالراحة كده ونبدأ بقى نسلكها كده من بعضها ونمسكها، كرمشها في بعضها كده ونحطها في الصينية اللي احنا فرشينها ورقة زبدة. تمام، سهلة قوي. حتى لو اتقسمت منك نصين هتاخديها كده. احنا يعني مش مطلوب ان هي تبقى سليمة سليمة يعني، ولكن ما تبقاش مفرفتة عشان تقدري تعمليها. تمام، اهو هنعملها نكرمشها كده ببعضها، بس ما نضغطش عليها بحيث ان هي تبقى مهوية وتبقى منفوشة. لما نعملها كيكة، يعني الكيكة ما تبقاش مكتومة. تمام، شايفين بعملها ازاي؟ بقوم بقى مكرمشاها كده ولماها في بعضها واحطها، ارصها في الصينية جنب بعضها. الجلاش بنعمل منه وصفات كتيرة جدا، يعني شوفوا بقى انا عملت معاكم كام صنف من الجلاش. يعني تقدري تشكلي وتنوعي من حاجة واحدة او عجينة واحدة زي ما بيقولوا كده، وتعملي منها اصناف كتيرة جدا. تمام، يبقى اهم حاجة بنفكها كده تبقى رقة واحدة، ما تعمليش رقتين. وزي ما وريتك بنكرمشها ازاي، والطريقة سهلة جدا وبسيطة. مش هتاخد معاكي 5 دقايق والله، الصينية دي ما بتاخدش معاكي 5 دقايق. طبعا احنا بنكون في الوقت ده، قبل ما بنبدأ خالص بنكون جهزنا الشربات. الشربات بتاعها بيكون شربات وسط، اللي هو زي بتاع الكنافة، زي شربات الكنافة اللي بنسقي فيه بيه الكنافة. بنكون عاملين كوباية ونص من السكر على كوباية ونص من المية وعصرة ليمونة، ونرفعهم على النار يغلوا لمدة 5 دقايق كده. اول ما نحس ان هو تقلوا 5 دقايق 7 دقايق، المهم ياخدوا ايه، تحسي التقل كده وسمك في الايه وسط كده، ونقوم منزله من على النار يبرد. بعد كده بقى بنبدأ نشتغل زي ما شفتوا كده في الجلاش. هنحضر بقى الايه الحاجة اللي هنسقي بيها الجلاش. كوبايتين من الحليب، وهنضيف كمان بعد كوبايتين الحليب، اهم حاجة يكون شرايب، يكون لبن حليب. وكمان نضيف معلقتين من النشا، معلقتين من النشا، يكون معلقتين كبار كده من النشا، اضيفهم برضو على الحليب. تمام، كمان هضيف ايه بقى، هضيف نص كوباية من السكر. خلاص، سكر بودر سكر خشن، المهم احنا هندوب كل ده. وهنحط نص معلقة من البيكنج باودر ورشة ملح. وهنحط كمان بيضة بدرجة حرارة الغرفة، نحط عليها باكت من الفانيليا ونقلب كله كده مع بعضه وننزله على الخليط اللي انا عاملاه ده. تمام،
هنزل بقى البيضة بعد ما اضربها كويس كده، يعني ادخل البياض في الصفار كده، وهبدأ بقى انزلها على الحليب بالنشا والسكر والبيكنج باودر والملح، كله مع بعضه كده، واقلبهم. وكمان هكون بقى محضرة نص كوباية من السمنة، سمنة على زبدة بس، يعني المتوفر او ترتاحي له اعمليه، او سمنة على زيت كمان هتمشي برضو مع الوصفة دي. تمام. بس يا ريت بقى تبقى السمنة سخنة، على اساس ان ايه، او دافية شوية عشان ما تجمدش معاكي. يعني بصوا بدأت تجمد ازاي معايا في الخليط، الجو ساقع طبعا، فبدأت تتقل كده اهو. بس يعني تمام، مفيش اي حاجة، جميلة جدا. وهنسقي بيها الجلاش وندخلها بقى الفرن، نكون مسخنينه ونحطها درجة حرارة كده 180، تحمر من تحت، نشوفها كده من الجناب احمرت، نبدأ نفتح عليها الشواية. تمام. هندخلها بقى ونشوف هتخرج شكلها عامل ازاي. خرجت بقى شكلها جميل جدا اهي، ما خدتش حوالي مثلا ربع ساعة او تلت ساعة. هنجيب بقى سوداني مجروش كده وهحطه على الوش كمنظر، يعني اللي يحب يحطه، او جوز الهند، اي حاجة. ونبدأ بقى بعدها نسقي بالشربات وهي سخنة كده. بس يعني نفتح كده هو كده كده هتشرب، ولكن انا هفتح بالمعلقه او بالسكينه كده على اساس الشربات يدخل في قلب الايه الجلاش، او ينزل لتحت. تمام. جميله قوي يا جماعه والله العظيم، وخفيفه، وتحسوا كده حاجه جديده. مش الكيكه بتبقى يعني في رمضان تقيله شويه، دي هتبقى خفيفه. وفي نفس الوقت اللي مش بيحب القرمشه الزياده بتاعه الجلاش، دي حاجه جميله قوي هتعجبه. تمام. وحاجة يعني طعمها مميز وحلوة. هنبدأ بقى بعد ما تشرب الشربات كله كده، نبدأ بقى نقطعها وتتاكل بقى وهي باردة كده، جميلة جدا. شايفين لونها حلو ازاي اهو، صنف حلو وخفيف وسريع، ما بيكلفش كتير. كمان ورق الجلاش تعملي احلى صينية كيكة الجلاش. تمام. هتشوفوا بقى واحنا بنقطعها و بتطلع بسهولة جدا. طبعا انا هقطعها بورقة الزبدة، اللي عايز يشيلها كلها يشيلها، انا هقطعها واشيل ورقة الزبدة من تحتها عادي. تمام. سهلة جدا وبسيطة. هنطلع بقى قطعة كده ونشوف هتبقى شكلها ايه من فوق ومن تحت. هنرصها في الطبق زي ما انتوا شايفين اهي، شكلها حلو قوي، و عالية منفوشة كده، وعالية وحلوة، وفي نفس الوقت كده الوش مقرمش، حاجة جميلة قوي بصراحة. اللي ما جربهاش يجربها هتعجبه، واللي جربها بقى يقول لي جميلة كده وحلوة زي ما هو بتطلع معاه، ولا ايه النظام معاه. جميلة قوي اهي، بصوا شايفين حلوة قوي، وبصراحة ولادي بيحبوها جدا. جربوها ان شاء الله تعجبكم. وما تنسونيش بقى اللايك والاشتراك والكومنت المحفز، واستودعكم الله يا احلى واغلى متابعين، وكل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام ختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.